بعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني لفت نظرنا كلنا المهاجم المهاري جوناثان سوا، واتقلبت السوشيال ميديا وسمعنا أخبار باهتمام النادي الأهلي وصن داونز وبيراميدز باللاعب ده. طب مين هو جوناثان سوا؟ اللاعب غاني واتولد في 1/1/1999، يعني عنده 24 سنة وطوله 180 سنتي. جوناثان انضم من صفوف نادي دامبورت إلى ميدياما الغاني في يناير 2022، ويمتد عقده لمدة 3 مواسم حتى 2025. وأحرز سوا مع دامبورت قبل رحيله لصفوف ميدياما 23 هدف في موسم 2021-2022، وبالتالي أصبح أول لاعب يسجل هاتريك 4 مرات في نفس الموسم في دوري الدرجة الثانية. وجوناثان الموسم الماضي أحرز 12 هدف من 18 مباراة، وقاد فريق ميدياما لحصد لقب الدوري الغاني لأول مرة في تاريخه. والموسم الحالي أحرز 6 أهداف في 13 مباراة. وخلي بالك جوناثان هو اللاعب المحلي الوحيد في صفوف منتخب غانا. طب ايه السبب؟ وده لانه فعلا مهاجم سوبر، بيمتاز بالمهارة العالية والفينش بتاعه عالي جدا. كمان اللاعب تحركاته عبقرية ويمتاز بالسرعة وبيخلق لنفسه فرص كتير. ولاعب طبعا مشاغب داخل المنطقة وكمان خارج المنطقة، يعني مش لاعب صندوق بس زي ما بنقول، لا ده عنده المهارة اللي تخليه يخلص من بره المنطقة، وبيستغل مهارته دي في خلق فرص كتير جدا لزمايله. كمان اللاعب بيجيد ألعاب الهواء بشكل رائع، وبيستغل سرعته في الضغط على المدافعين وحرمانهم من بناء الهجمات. جوناثان سوا قيمته التسويقية 175 ألف يورو طبقا لترانسفير ماركت. الخلاصة جوناثان سوا مهاجم مرعب مهاري، سنه صغير وكمان أفريقي، يعني واخد على الأجواء، وقيمته التسويقية مناسبة جدا. كل دي مميزات تخلي النادي الأهلي يضم المهاجم ده. فنتمنى من لجنة التعاقدات سرعة التحرك لضم جوناثان سوا في يناير.